السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف ان شاء الله يا ربي. بس بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشارك معكم الفقاص باللوز. فقاص زوين بزاف، وغنقول لكم المقادير وطريقه ديال التحضير ديالو في اسرع وقت. ما غنطولش عليكم في الفيديو. كما كتشوفوا انا درت المكونات ديالي كامله في القصريه اولا في الاناء فاش غتخدموا. درت كلشي باش ما نطولش عليكم. غتاخذوا ورقه وستيلو غتقيدوا معايا المكونات اللي غندير انا بالضبط، وغنقول لكم بالضبط الطريقه باش انا ما كتشققش ليا هادو لي باغيت ديال الفقاص، ما كيتشقوش ليا في الفران، كيبقاو الحمد لله زوينين دابا تشوفوهم. المهم غادي نقول لكم المقادير ديال 3 ديال البيضات، ولا بغيتو تدوبلو الخليط دوبلو، ديروا ديال 6 ديال البيضات ولا ديال 9، المهم على حسب. انا ما غاديش نكثر فيها. المهم بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 3 ديال البيضات كبار. وثاني حاجه غادي نحتاجوها اللي هي الزيت نباتيه، تقريبا كاس ديال العنبه، العبار ديال كاس ديال العنبه انا اللي كندير، انا غنوريه لكم. المهم كاس ديال العنبه هاد الكبير، حيت كاينين كاس ديال العنبه جوج انواع، كاين داك الصغير وكاين هاد الكبير. المهم هذا باش خديت العبار كاس ديال العنبه عامر. وثاني حاجه غادي نحتاجوها، ثالث حاجه يا ربي غادي نحتاجوها الماء الزهر والحليب. بالنسبه للماء الزهر والحليب تقريبا نص كاس عامر، غيكون نص كاس ديال العنبه عامر بهم بجوج، يعني ما بين ماء الزهر والحليب. وغادي نحتاجو كذلك الجنجلان. وبالنسبه للجنجلان والنافع وحبه حلاوه، هادو انا كنديرهم بلا عبار. المهم كل واحد يدير عيني داكشي اللي عنده، داكشي اللي عندك في الكوزينه تقدر دير فيه. عندك تقريبا عبار ديال نص كاس بالزرارع كاملين مخلط، عندك كاس عامر. المهم هاد ما كنخصش لهم انا العبار، المهم كيبقى على حسب الذوق ديالكم وصافي. كذلك اللوز ما غنقولش لكم شحال، يعني على حسب ديك الكميه المتوفره عندكم. غير من الافضل ديروا هاد الطريقه هذه اللوز هكا بلا ما تحتاجوا تفزقوه في الماء وتلوحوه. انا درتو هكا كما كتشوفوا، راني لحتهم كاملين هكاك، غير حدي قسمتهم في النص كما كتشوفوا. وكذلك السكر سنيده كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تضيفوا كاس ديال العنبه حتى هو عامر بسنيده، كاس ديال العنبه يكون عامر بسنيده. وغادي نحتاجو سكر فاني، درت حبه ساشيه. وبالنسبه للخماره تقريبا درت انا نص خماره، ما كثرتش، نص خماره مغربله كما كتشوفوا، هي نص خماره اللي درت. وهادو هما المكونات، ما نسيت لكم حتى شي حاجه. المهم كلشي كما كتشوفوا. غادا نخلط هاد المكونات كاملين وغادا نرجع لكم باش غادا نبدا نضيف الدقيق ديالي بشويه بشويه، باش نقول لكم 3 ديال البيضات شحال هزوا ليا ديال الدقيق. انا غادا نعبر بواحد الزلافه. بالنسبه للزرارع انا راه سبق ليا نقيتهم مزيان وغربلتهم وعاد درتهم. المهم نحاولوا نذوبوا سكر سنيده. الفران ما غاديش تشعلوه دابا حتى توجدوا الخليط ديالكم العجينه ونشكلوهم، من بعد نشعلوا الفران. المهم ما غاديش تشعلوه من الديبار باش ما يسخنش بزاف. تقريبا انا هنا ضفت جوج زلايف العبار ديال الزلايف الكبار. المهم انا غادي نحاول نجمع هنا ونشوف الا كان مازال غادي نحتاج للدقيق، راني غادي نزيد وغنقولها لكم. انا غنحاول نستعمل يدي، من الافضل نستعمل يدي هنايا باش نجمع العجينه. المهم العجينه ما تكونش قاصحه وما تكون رطبه، بين وبين.
المهم انا تقريبا درت كما كتشوفوا معايا. انا هنا درت 3 ديال الزلايف، ولكن واخا هكاك باقا ما تجمعات ليا كما كتشوفوا، باقا معلكه. المهم انا غادي نكملها، نكملها في الجميع ديالها، ومن بعد نقول لكم تقريبا شحال ديال الدقيق. المهم تقريبا غتكون شي كيلو الا ربع، شي كيلو الا ربع اللي هزات ليا على حسب. هاد الدقيق هذا خاص بالحلويات، الدقيق الابيض هو باش انا خدامه. كان بعض المرات كندير دقيق الفورس، ولكن في في الفقاص استعملت الدقيق الابيض. حتى في الصابلي كنستعمل الدقيق الابيض. المهم انا غادي نجمعها وغادي نرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجينه ديال الفقاص، كما كتشوفوا العجينه اللي ما كتكونش قاصحه بزاف، المهم ما قاصحه مرطبه، تدخلوا صبعكم كيدخل بواحد السهوله يعني هكا كما كتشوفوا. المهم هذا هو الشكل ديالها. انا غادي نبدا نشكل فيها. راه هزات ليا تقريبا كيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق اللي دخلت ليا. المهم على حسب كل دقيق والنوعيه ديالو كي دايره، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش كما. وهنا من بعد ما قسمتهم على 3 ديال الكويرات كما كتشوفوا، غدا نخليهم يتريبوزاو واحد ربع ساعه، ومن بعد عاد نبداو نشكلوا فيهم على شكل باغيت. اما بالنسبه باش غادي ندهنوا الفقاص ديالنا، غادي نحتاجو نيسكافي، وغادي نحتاج الحليب، وكذلك الكوبيل. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو باش غادي ندهنوا الوجه ديال الفقاص ديالنا. ممكن ديروا غير صفر د البيض ونيسكافي، وممكن ديروا صفر البيض وكاكاو، المهم اللي متوفر عندكم. ممكن ديروا غير هذا نيسكافي مع الماء، ممكن ديروا كذلك نيسكافي مع هذا ما الزهر ما الزهر. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. عطيتكم بزاف ديال الاختيارات، ولكم الاختيار انا غادي ندير كاكاو ونيسكافي والحليب. وهنا كما كتشوفوا معايا، هنا من بعد ما شكلت الباكيطات ديال الفقاص عطاتني ديال ثلاثه ديال الباكيطات كما كتشوفوا. انا هنا مازال ما شعلت الفران، يلا غادي نشعلو على نار اللي مهيله بزاف بحال الشمعه، وعاد ندخلهم. هما غيكونوا الفوق والعافيه تحت منهم تقريبا حتى ساعه الا ربع. المهم ساعه الا ربع، وعاد حلوا عليهم الفران وطلعوا عليهم. المهم خليهم يطيبوا على خاطرهم. المهم انا دابا غادي ندهن لهم الوجه ديالهم باش هادشي اللي صاغبت نيت اللي وريتكم ديال نيسكافيو والحليب وكوبيل. المهم غادي ندهنهم، ومن بعد ناخذ واحد الفرشيط غادي نشكلهم شي شويه باش يجيو عاطين في نفس الوقت بحال الديكور. المهم هذه الطريقه ديالي، هادو هما المكونات. هكذا كندير. غادي ناخذ واحد الفنيته وغنحاول ندير واحد 4 ديال التقيبات في كل وحده بحال هكا، غندوز عليهم غير هكا احتياط وصافي. انا ما كيتفرقعوش ليا، ولكن كندير احتياط، كندير واحد 4 ديال التقيبات في كل وحده، ومن بعد كندخل من الفران كما قلت لكم ما بين ساعه حتى ساعه الا ربع على نار اللي مهيله بزاف، ويطيبوا على خاطرهم. من بعد ما غيطيبوا انا غادا نرجع من غادا ندهن لهم الوجه ديالهم، غنوريكم الشكل اللي غادا ندير. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي باغيت. كما كتشوفوا باغيت فقاص من بعد ما خرجتهم من الفران. هنا مباشره من بعد ما خرجتهم من الفران، ها انتم كتشوفوا ما تشققوا ما حتى شي حاجه، الحمد لله. يعني وصفه ناجحه 100%. انا كي خرجتهم من الفران ها انتم شفتوهم. غادا نغطيهم في سربيته اللي تكون مفزقه، ومن بعد ان شاء الله كما قلت لكم 5 سوايع 6 ولا وقت ما كنتم مسالين اليوم ديك الساعات غتقطعوهم. المهم انا ملي غنقطعهم نوريهم لكم نصورهم لكم، عاوتاني نرجعهم للفران كما قلت لكم. غيتحمروا من الفوق شويه ومن التحت شويه، ومن بعد هذيك الساعات غادي نوريكم الشكل النهائي. المهم بالنسبه للناس اللي كيتشقق ليهم الفقاص وما كينجحش ليهم، هذه طريقه ناجحه 100% كما كتشوفوا. وانا كما كتشوفوا معايا من بعد ما قطعتهم على هذا الشكل هذا، المهم تقطع كيبقى اختياري كما قطعتهم.